خطوات الفنانة رانيا فريد شوقي من البداية دعمها والدها النجم الكبير الراحل فريد شوقي، وبالتأكيد في أوجه للشبه بينهم عرفناها منها، وأهم تشابه هو حبهم للتمثيل. وهل هتوافق لو اتعملت قصة حياة وحش الشاشة في عمل فني ولا لأ؟ فيلم من شربات كان أول عمل فني تظهر فيه الفنانة رانيا فريد شوقي، واللي كان مع والدها النجم الكبير فريد شوقي. يا ترى إيه أهم الصفات اللي ورثتها رانيا من والدها وحش الشاشة فريد شوقي؟ أولاً أنا الوحيدة اللي حبيت التمثيل واحترفت التمثيل. تاني حاجة الطيبة، الالتزام في الشغل. يعني مش عايزه اقعد اشكر في نفسي، بس يعني اشكر في بابا خفه دمه. يعني في حاجات كده هو مميز بيها. انسانيته، هو كان شخص لا عنده حقد ولا غيره، بالعكس. وكان شايف ان دور الفنان بعد ما وصل ان بقى اسمه كبير ان هو ياخد بايد الشباب، اخراج، سيناريو، تمثيل. فده كان هدف عنده فعلا. انا عايشه بحسه ليومنا ده، انا عايشه بحسه. يعني بدايه من بدايه شربات اليومنا ده انا عايشه بحسه. بالعكس انا دايما بكلمه بقول له يعني اكيد انت، طب انت حاسس بيا، طب انا كويسه، طب انت، يعني دايما في حوار يعني. وعمر ما محبه الناس تبقى نابعه من حبهم بنت الوز عوام زي ما بيقولوا. يعني انا بشكرهم جدا، يعني دي مش سهله لان ده فريد شوقي يعني. بجد يعني الحمد لله ربنا يديمها نعمه. طب لو هيتقدم فيلم عن قصة حياة ملكة ترسو فريد شوقي، مين اللي ممكن يقدم شخصيته؟ مفيش حاليا، يعني لازم هيبقى اكتر من مرحله سنيه، لان انت هتجيبي طفوله ثم شباب وبعد الشباب وبعدين لما كبر. رانيا فريد شوقي كشفت لنا اسباب غيابها وابتعادها عن المشاركه في الاعمال السينمائيه. عشان انا يمكن جيت فتره فعلا اعتذرت عن كذا حاجة ما كانتش مناسباني، ودخلت بقى اندمجت مع التلفزيون، دراما تلفزيونية، ومع المسرح. المفروض ان في مشروع اسمه صاحب الوردة، اتمنى انه يعني يتم، بس هو متوقف حاليا لان في عرض قبلنا، فهنبتدي لسه بروفات تاني وكده. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.